التضخم ببساطة هو إن فلوسك قيمتها بتقل وهي بنفس الرقم. فعلى سبيل المثال لو كان معاك من سنتين 200 جنيه، ال 200 جنيه دول يجيبوا لك 10 ايتم من نوع معين لمنتج معين. النهارده نفس ال 200 جنيه هي نفس الرقم، ولكن بتجيب 5 ايتم بس. يعني الفلوس نفس الرقم ولكن القيمة بتاعتها قلت لانها بتشتري حاجات اقل من قبل كده. طيب السؤال دلوقتي هو ليه العقار بيحمي من التضخم؟ وده لان العقار اصل ثابت، قيمته بتزيد بنفس الوقت اللي بيزيد فيه التضخم، فبيحافظ على اصل راس مالك. زائد كمان ان العقار بيتمتع بقيمه مش كل الاصول بتتمتع بيها، وهو انه مدر للدخل، بيدخل لك ارباح شهريه او سنويه على حسب نوع العقار بتاعك. فبتقدر ان انت تحافظ على اصل راس مالك، وكمان بينتج ليك فلوس ودخل. وعلشان كده دايما الناس بتستثمر في العقارات وبتجري عليه وقت الازمات. فلو انت خايف على راس مالك او خايف على مدخراتك، او حتى جاي لك فلوس في المستقبل وخايف عليها، تقدر تدفع مقدم وبعد كده تدفع اقساط، فتبقى بتحافظ حتى على قيمة المدخرات بتاعتك او دخلك في المستقبل. لو انت خايف من التضخم تقدر تستخدم العقارات كوسيلة للحماية ضد التضخم، لان العقارات واحدة من اهم ادوات الاستثمار اللي بتحميك وبتحمي راس مالك في الازمات. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن العقارات او الاستثمار العقاري تابعني وهساعدك بفيديوهات بسيطة، او تقدر تتواصل معانا وكلنا كفريق عمل موجودين معاك علشان نساعدك.